مساء الخير. في ناس كتير جدًا عايزة الفترة دي تشتغل أونلاين وتعمل business من رأس مال صغير. أنا عندي فكرة حلوة ليك جدًا، إيه رأيك تبتدي برأس مال صغير وتكسب فلوس، وفلوسك تتحول للبنك وأنت قاعد في بيتك وتشتغل كل حاجة بأبسط شيء. إيه هي؟ قصة بسيطة، ابتدي شغل عن طريق المواقع اللي هي البيع أونلاين زي أمازون، زي جوميا، زي نون. هتقول إيه يعني أنت كده رميتني في البحر من غير ما تقول لي القصة سهلة جدًا. اشتغل عن طريق جوميا يا سيدي، بس جوميا عندها مشكلة بسيطة جدًا. هتقول لك يا باشا الماتيريال بفلوس، التوصيل لازم أنت تروح لها. طب تعمل إيه لو أنت مكاني؟ هاقول لك أنا. تشتغل عن طريق أمازون. أمازون هي وسيط ممتاز وبيع أونلاين على أعلى مستوى. ده نصيحة لك شخصية لو أنت رأس مالك 4، 5000، 10000 بالكتير. طب لو أنت أكتر قصة تختلف بقى، ده هيبقى شغل على أعلى مستوى. اعمل محل صغير وبرضه بيع أونلاين، لكن دي مش الفكرة الأساسية، احنا حاليا بنتكلم بس كفكرة. ولو أنت حابب تقول لي أبيع إيه وما أبيعش إيه، أنت عايز تشتغل في إيه؟ عايز تشتغل في الديكورات؟ أنا أقدر أقول لك أحسن حاجة في الدنيا هي الديكورات. ليه؟ لأن مفيش ست في الدنيا مش عايزة ديكورات، كل يوم عايزة ديكورات مختلفة. والبيع أونلاين ده هو أحلى حاجة إنك تشتغل في القصة دي. والعتبة هي أفضل مكان. بس ما تقوليش هاشتغل إيه بالضبط في الديكور، قصة يعني متوسعة جدًا. ديكورات خاصة بالصالون، ديكورات معلقة، حاجة تتلزق، حاجات خاصة بالإضاءة، لأن الديكورات دي كلمة كبيرة. لكن هتقول طب أنا رأس مال صغير هاشتغل إزاي في الديكورات والقصة دي عايزة رأس مال كبير؟ لأ، لو أنت رأس مال صغير يبقى خليك في الرفايع. الرفايع دي حاجة جميلة جدًا. في ناس كتير يعني منهم أنا شخصيًا ما كنتش عارف يعني إيه رفايع من 3 سنين. رفايع دي الحاجات البسيطة اللي ست البيت بتحبها، يعني الحاجات الخاصة بالأطباق، المعالق، مش عارف إيه، الحاجات البسيطة دي. والرفايع دي موجودة فين؟ في العتبة. لو أنت حابب تعرف تفاصيل أكتر إن شاء الله الحلقة الجاية هاعرفك كل التفاصيل. مع السلامة.